شكرا فهد، اهلا بكم متابعينا من جديد من الميكس زون المخصص لهذه المباراه، الى جانب عضو مجلس الاداره والمشرف العام على كره القدم بنادي الفتح احمد الراشد. ابو راشد احييك، ابارك لك هذا الانتصار. لن اتحدث عن مباراه، ساتحدث عن ثقافه تقدمون الحقيقه، المبالغ خليني اقول الاقل، ومع ذلك الثبات، الفاعليه. ان تنتصر على فريق زي الهلال، تتعادل في المباراه الاولى امام النصر، انت تبدا بدايه مثاليه. أول شيء اللهم لك الحمد على هذه النتيجة، الحمد لله أعتقد أنها استحقناها، ويعني باستقرار الفني صراحة والجماعي من كذا سنة يعني. هذا يمكن سبب هذه النتائج بدينا نجنيها من الموسم الماضي، اللهم لك الحمد بأقل الإمكانيات، لكن قدامنا يعني عم يقولون درب طويل، ما زلنا نبني فريق ولسه احنا في البدايات، وإن شاء الله القادم يكون أفضل يعني. كنت تساءلت مع شادي أبو هشهش أنه التعادل يعتبر مكسب على أرض الهلال، ومع ذلك فريقك بحث عن الانتصار. أنت قريب من فتح الجبال، ماذا كانت التوجيه؟ ماذا كان التكتيك؟ شوف، بكل تأكيد لما تلعب قدام نادي كبير يعني زي الهلال يبحث عن جميع البطولات، وفي بين أرضه وبين جماهيره، وتتعادل أكيد أنها حتكون إيجابية جدا لنا. لكن احنا بصراحة رسمنا على الفوز، لابد أن تخطط للفوز عشان أقل تقدير تكسب التعادل، لكن إذا قلت أنا أبغى أتعادل راح أخسر. هذه ثقافة كرة القدم يمكن، لكن احنا رسمنا على الفوز والحمد لله تقدمنا، تعادل الهلال، تقدمنا وكسبنا المباراة والحمد لله رب. تجاوزت مرحلة الهلال في الدوري في العام الماضي، كان الفريق يؤدي مباريات ضعيفة أمام الهلال، بالأربعة وبالخمسة كان يخسر. اليوم بالتأكيد كان هناك تجهيز مختلف على الأقل في المستوى الإداري لهذه المباراة. صحيح الحقيقة طبعا احنا يمكن نتائجنا كلها مع الهلال السنوات الماضية كانت يمكن غريبة اوقات، نقول مش تقليل في نادي الهلال، الهلال كبير ولا بيكسب على جميع الفرق، مو شيء جديد، لكن يعني اوقات نقدم مستوى زي ما تفضلت ونخسر قدام الهلال بنتيجة كبيرة. بس اعتقد من الموسم الماضي بدأ الحاجز النفسي هذا ينكسر، والحمد لله اعتقد ان تجاوزنا وعملنا عمل صراحة جهد كبير من بعد مباراة النصر لهذه المباراة على المستوى المعنوي يمكن اكثر حتى من الجانب التكتيكي، والحمد لله جت النتيجة في صالحنا. كابتن يوسف خميس كان يقول بين شوطي المباراة بأن الفتح تجاوز مرحلة أن يكون متراجعا في المباريات أمام الفرق الكبيرة، أصبح يبادر. هل أستنتج من ذلك أنه طموحكم تغير بالنسبة لكم في الدوري بعد الثبات للمواسم الماضية؟ أكيد طبعا كل سنة يبدأ مرحلة جديدة أو هدف جديد، لكن لا لازم أقول لك احنا لازلنا في البدايات، لازم في المراحل الأولى في بناء الفريق، وأكيد يعني يمكن تجاوزنا الحاجز النفسي عند اللاعبين، أصبحوا بالذات لما صعدنا ممتاز صار في ثقافة لما يلعب قدام فرق كبيرة، خاصة تعرف الزخم الجماهيري والإعلامي. الحمد لله تجاوزناها، لاعبينا أصبح عندهم ثقافة عالية، ثقافة الفوز، وإن شاء الله ربي نواصل على هذا المجهود إن شاء الله. مع نهاية المباراة كان جمهور الهلال يصفق للفتح. جمهور الهلال طبعا جمهور ذواق وجمهور راقي، واكيد ان يمكن صفق لنا يعني تعرف فريق زين يمكن بامكانيات بسيطه امام فريق كبير زي الهلال، اعتقد انها نتيجه الحمد لله جدا جدا كبيره بالنسبه لنا وقد تكون تاريخية يعني. حمدان وربعه بيعيدون بكم يعني كم تعطونهم عشان يعيدون؟ والله يخلي بعد شوي غرفة الملابس، لكن بعيدون فوق اللائحة. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا أحمد الراشد عضو مجلس الإدارة وكذلك المشرف العام على كرة القدم. حمدان الحمدان بجانب عبد الرحمن، تفضل عبد الرحمن. شكرا لك عبد الله، يعطيك العافيه. حمدان قرب شوي. احمد يقول فوق استاذ احمد يقول فوق اللائحه، يعني انت اكيد انك عارف انت اللائحه وعارف المكافاه، فوق اللائحه شيء طيب. اول شيء اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء مبروك على الفوز وهارد لك لنادي اشقائنا في نادي الهلال. الحمد لله قدمنا مباراه كبيره قدام اشقائنا في نادي الهلال وترجمناها بالفوز، كنا عازمين ان نحقق نتيجه ايجابيه. ما اخفيك احنا من بدايه الموسم مفكرين في المبارتين الاولى اللي نبداها، تعرف بعد فتره توقف ان نحقق ما يقارب اقل شيء تكون ما بين 4 نقاط او اقل شيء ما بين تكون نقطتين. الحمد لله حققنا فيها 4 نقاط اللي كنا احنا طمحين فيه، وان شاء الله عندنا فتره توقف نقدم فيها مستوى ان شاء الله طيب. اما ما يخص ابو راشد، صراحه ابو راشد كرمنا وتعب، يعني ممكن كرمه غرقنا فيه. اللائحه دائما ما يقول فوق اللائحه ويضاعفها، ودائما ما يكون واقف معنا قلبا وغالبا. احنا اللي نكون قدمنا لابو راشد هذه الهديه العيديه نعتبرها، وان شاء الله انه يقدم لنا احلى من عيديه باذن الله. ان شاء الله. كابتن بصراحه بعد ما شاهدتوا الهلال امام هجر، ايش اللي دار في ذهنكم؟ يعني هل الهلال بيتغير في المباراة هذه؟ عادة يكون سلاح ذو حدين، اما الهلال يستمر بنفس المستوى او يتغير للافضل. هذا بكل تاكيد. يعني احنا فكرنا لو خشينا مباراة الهلال قدام هجر، ان والهلال ما كان في مستواه
وكان ممكن مستوى سيء راح نخسر المباراة. الهلال يبقى كبير، يبقى احترامه وتقديره داخل الملعب يعني له هيبته، مهما يكون الهلال ينقص مستوى أو أي شيء، بس يبقى الهلال. الحمد لله احترمنا الهلال ودخلنا بطعم الفوز والحمد لله حققنا. خليك تلحق وش اللي فوق اللائحة، بس اليوم واضح انك تعبت كثير ورهقت اليوم عن باقي المباريات صح؟ والله اكيد بكل تاكيد يعني تعبنا كثير. الحمد لله هذا ثمر التعب، وان شاء الله التعب هذا ما يروح عبث. بنفرح فيه، هذا زي ما قلت في العيودية، وان شاء الله تكون فال خير علينا قدام فترة التوقف باذن الله. شكرا. الله يعطيك العافية استاذ عبد الرحمن، يعطيك العافية. شكرا الكابتن حمدان الحمدان، ما تعودنا استاذية ان شاء الله ان اقل منها كل